تخيل انت بتقول لابنك ما تمشيش مع الولد ده، لان الولد ده بيئه مش محترم، الفاظه وحشه، اسلوبه مش كويس، ما بيحترمش حد، ما بيحترمش حد كبير، ما بيحترمش حد صغير، انسان وحش. تمام؟ وانت عامل مشاكل مع ابنك عشان كده. فجاه تفتح الموبايل تلاقي ابنك بيتفرج على اللي زي ده كل يوم بالخمس ست ساعات فجاه، واكتر من كده كمان. مش معقول يا جماعه المحتوى اللي بيتقدم للاطفال ده بدون رقابه، مش معقول. المحتوى بتاع الاطفال ده او الحاجات اللي بتتقدم للاطفال دي حاجات وحشه جدا. اول حاجه ممكن تلاقي عيال اصلا بيئه زي دول كده، اسلوب كلامهم بقى اللي هو بيعوجوا بقهم وبيشوحوا وقله ادب. ممكن تلاقي مثلا واحده جايبه ولادها وبيعملوا فيديو هم كمان، وتلاقي البنت مثلا نايمه حاطه رجل على رجل قدام امها ولا قدام ابوه، وبيتكلموا بعض بدون احترام كده وبدون حدود وحاجات كده غريبه كده. يبقى انت بتربي ابنك، ما ينفعش يا حبيبي تنام قدام حد غريب، ما ينفعش يا حبيبي تنام قدام عمك كده، ما ينفعش تحط رجل قدام باباك مثلا او مامتك، ما ينفعش كذا، ما ينفعش كذا، ما ينفعش لازم تقوم تصلي قبل ما تعمل كذا. ما في، تلاقي انت بتقول له الكلام ده بالساعه او نص ساعه كل يوم، وهو بيقعد 5 ساعات على فيديوهات بيشوف عيال مستهتره واهالي مستهتره. طب ما كل ده في العقل الباطن عنده، يبقى هو ده الصح عنده. 5 ساعات مش من نص ساعه مثلا، وتلاقيه وانت بتكلمه بينفخ ومتعصب. تيجي تطلب منه حاجه تبص تلاقيه لو عملها يعني تبقى كارثه، ينكد عليك حياتك كلها عشان خاطر، او تنكد عليك حياتك كلها عشان خاطر انتوا بتقولوا لها سيبوا الموبايل وقومي اعملي مثلا كذا، قومي ساعدي مثلا كذا، او قومي هاتي لنفسك كذا، او اي حاجه. كل ليه؟ علشان هو بيشوف اصلا الاطفال بيعملوا كده. فكلهم بيعملوا حاجات عشان خاطر المشاهدات والفلوس والحاجات دي، بس ما فيش مستوى ثقافي ولا تربوي ولا علم ولا اي حاجه خالص. عيال زيرو ثقافه، زيرو علم، زيرو عادات تقاليد اخلاق، ما فيش. فهم دول بقى اللي بيضحكوا الاولاد ولادكم، وبيدخلوا في دماغهم كل، هم اللي بيربوهم بقى. تخيلوا، دول هم بيربوهم. فيا جماعه، او اهم حاجه طبعا انتوا مش هتقدروا تمنعوا ولادكم على الموبايلات دي، انا عارف متاكد من كده. يبقى الدور على مين؟ الدور على الحكومه، الدور على البلد المسؤول عن المحتوى ده. اي حد هيقدم محتوى يوصل للاطفال لازم يتراقب كويس جدا، لازم يبقى فيه قيم، عادات، تقاليد، تدين، دين، اخلاق، مفيش تجاوز، مفيش قله ادب، مفيش احترام للكبير، عدم احترام للكبير. لازم يبقى في الفيديو احساس بالغير، لازم يحسوا ببعض، لان العيال طالعه مفيش مسؤوليه عندهم، مش حاسين بحد، لا مبالاه، برود، اهم انانيه مفرطه. زي الاولاد اللي كانوا سايقين العربيه، المهندس والدكتور ده اللي فضلوا يزنقوا على البنات لعند ما البنت